بقول لك يا معلم، اما الاسعار هنا كده ما نروح نشتري في الامارات واوروبا؟ ده ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ بص، هو انت مش لوحدك. هقول لك على حاجه بسيطه جدا. انت دلوقتي المصريين بقوا سابع اكتر جنسيه بتشتري في الامارات. طب ده هم بيعملوا كده ليه؟ انت عندك شويه بنفيتس، شويه فوائد بتاخدها، حاجه زي الاقامه، حاجه زي العائد الدولاري، لان انت ببساطه شديده لما تيجي تاجر النهارده الوحده بتاعتك هناك هتاخد العائد بتاعك بالعمله الصعبه. حاجه زي ان السوق العقاري في الامارات مقنن جدا، وان هيئه الاراضي هناك فوق دماغ المطور، وبالبلدي كده هي واقفه ما بين المطور وما بين العميل، بتحفظ حق العميل. هتيجي تقول لي الاسعار شبه واحده، هقول لك او بدايه الاسعار قريبه، يعني اللي هيشتري هنا يقدر يشتري هنا. بس خلي بالك من حته بسيطه كده بس يا علي، انت هناك بتدفع ثمن الوحده بالكامل قبل الاستلام. يعني ببساطه شديده الموضوع اللي موجود هنا في مصر بالاقساط على 8 سنين و10 سنين و12 سنه والارقام دي مش موجوده هناك، وبتكون مسدد ثمن الوحده بالكامل. فالبيمنت بلان او طريقه الدفع بتكون عنيفه واجريسيف، بحيث انك تكون مخلص اخر جنيه من تكلفه الوحده قبل ما تستلم. امال مين بقى المجنون اللي بيروح يشتري هناك؟ بص، هو واحد اللي بيشتري في مصر مثلا ب 20 مليون جنيه هو بيشتري هناك ب 10 مليون جنيه، لان هتلاقي فرق طريقه الدفع هي اللي في الاخر بتطلع لك المعادله دي. مين اللي بيشتري هناك؟ هو واحد استكفى من هنا، هو واحد هنا عنده قاعد في بيت هو مريحه، حد عنده مكان بيصيف فيه، حد عنده مكان زياده او اخد حاجه انفستمنت، واوريدي بقى بدا ينوع المحفظه العقاريه بتاعته وبدا يطلع بره مصر. ربنا يوعدنا. يا عم انا وانت